سلام البنات، جسبر تكونوا بيان. اليوم جيتكم بوصفه تاع كروكي رايحين تدمنوا كي تجربوها. مالغري انا ما نحبش الكروكي مي كي سيتها عجبتني بزاف وحبيت نبارطاجيها معكم. يعني حنا حبينا نديروها للسحور باسكو راح نكونوا صايمين في هذا الفيديو، ماشي يعني القهوه تاع الصباح ولا. الوصفه تسحقي فيها 3 بيضات. تجيبي بول سيداتي، اي بول عندك، تحطي فيه 3 بيضات مع قرصه ملح، تخلطيهم مليح حتى يبان البيوضه تاعهم، ومن بعد تحطي عليهم كاس سكر وتخلطي. هاد الايطاب تاع التحريك بزاف مهمه بيسك كل ما يذوبلكش السكر يجيك الكروكي تاعك يابس. سما تبقاي تخلطي واحد 5 دقائق ولا حتى يبالك بلي السكر داب. من بعد تزيدي عليهم نفس الكاس تاع السكر، كاس زيت، وتخلطي مليح، تدخلي هذاك الزيت في السكر وتستمري في التحريك. هنا راح نحط 2 مغارف مايزينا. نتوما اللي ما تحبش المايزينا ما تحطش، انا نحبه باسكو الكول اللي يعطيه ولا الخفه هذيك اللي يعطيها في الكروكي بزاف تعجبني. وكما تشاهدون كي بديت نخلط حربت الدنيا كامل بالمايزينا. هنايا بقى لي غير نحط شويه فرينه مع كيس خميره كيميائيه، ونزيد عليهم. انا دات معايا حوالي 2 كيسان فرينه، نتوما كل فرينه كيفاش تدي. المهم كما تحسوا تاعكم العجينه ما تلصقش في اليدين خلاص سيبو، هذا هو القوام اللي تسحقوه. نسيت بقى نقول لكم الاحسن انكم تغربلوا الفرينه والخميره فما تجيكمش هذيك التكتلات في العجينه، وتلموها بكل راحه. انا ما عنديش الغربال، نتوما ديروا الغربال واش راح دير. اي شيء هذا سيداتي ما تحطيهمش في المونتاج مريم، فانا ما تحطيهمش ومن بعد راح ديري بيديك. انا ما بحبش ندير بيدي بصح تحت تسمع الله غير. ندخلوا في العجينه هكذا يلا تسحقي 3 لوحات. انا ما عندي. هنايا كنت قسمت العجينه على 2، وحده زدت لها غير فرينه وحده زدت لها كاكاو. دركا كي يكون الكاكاو تاعكم بني حطوا 2 مغارف، واذا بقات تلصق حطوا لها مغرفه خلاف تاع الكاكاو بيسك هذا كاكاو بني نورمال. مي كاين الكاكاو هذاك اللي كحل حطي غير مغرفه، واذا بقات تلصق تزيدي فرينه ماشي كاكاو. هنايا كنت طرحت العجينه الاولى ومن بعد زدت عليها العجينه الثانيه وحطيتها فوقها. هذا البابي يعاونكم بزاف باش تشكلوا العجينه وما تشقق ما تلصق ما والو، سما تشكلها بكل سهوله. ومن بعد تجيبي بلاط، انا حطيت عليه بابي دو كويسون. انت تحبي تحطي زيت وفرينه، ومن بعد دهنتو بالمعجون. البنات ما تزيدوش تغلطوا الغلطه تاعي، انا دهنتو بالكونفيتير هذا وندامت لي بيسك جا يابس. ما بايش هذه المراه على راهي تفسف على راسي وتقول لي يجيبني يهبل كي حطيتها ما عجبنيش. واهم مرحله هي تاني الفور، هذه كانت مرحله مهمه تاع السكر يذوب في العجينه. دركا اهم مرحله هي كي طيبيه على درجه منخفضه، خليه يدي راحته وما طيبيش بزاف. تحبي شعلي اللي من الفوق يطيب يحمر شويه، تحبي ما تشعليش. انا من الاحسن انك ما تشعليش بس كيبقى هشيش من بعد كي يبرد هو يبانك ما طابش مين هو طاب. جماعه باه نتفاهموا ما تضحكوش عليا، بقى شويه زوائد من العجينه اللي درتها كي كنت نقص، درت هذيك الصغيره باه ما نطيشهاش. وهاي لكم النتيجه النهائيه، كان بنات الصحه. هنا كي صبت النوح حسيت صح باللي كوزي فايبس.
كانت انا مازلت 6. كملنا شيخنا شويه انا ووصال، صلينا ومن بعد نوضنا خاوتي باه يروحوا يقراو وما حبيناش نعاودو نرجعو نرقدو. قلنا طول نبداو في الميناج تاع الكوزينه نزيدو نكملوا فيها. كما شفتوا داير لكم سلسله التنظيفات. كل مره نبارطاجي معاكم حاجه. الفريجدير كان دارته من قبل كان نظيف، عاودت عليه برك هكا شويه بالجر ومن بعد عاودت نشفت. هذا ما كان. حبيت نقول لكم سمحوا لي بزاف باسكو رانا مقصرين معكم بلي فيديو باسكو اليامات هادو كنا صايمين ايام البيض وما قدرناش نحط لكم لي فيديو. على بالكم الصباح صايمين ومر الفطور نعيا ونروح نرقدوا. المهم حالتنا حاله مع الصيام، ما بديناش نوالفوا هاد الساعه. راني نخمم في رمضان فرح ندير عليه فيديو. كي شريت الفريجيدير هذا كامل طلبتوا مني نعطيكم رايي فيه وما حبيتش نهضر عليه حتى نسيه ونشوف كيفاه. شوفوا هو بارد على الكيف وفيه واحد لي زوبسيون ما كانوش في الفريجيدير اللي كان عندنا من قبل. سقسيتوني الا كان يهز من تحت ومن فوق. كبير بزاف، يهز من تحت على الكيف، مما الفوق تاني يسمى تحطي فيه واش حبيتي. فيه واحد الحوايج هكا ما فهمت واش اللي نقدر نحطو فيهم، بصح تقدري تنحيهم وتحطي اي حاجه فيه. وما لقيتش واش نهضر لكم. يسمى اللي عندها اي استفسار ولا كشما حاجه حابه تسقسي عليه تخلي لي في لي كومونتير، ولا على اي حاجه ماشي بشرط على الفريجيدير. وانا لي كيسيون هادو كامل ونديرهم فيديو خاص بهم. مور ما كملت الفريجيدير كنت جبت كامل واش فيه الخضره وكل شيء. لقيت عندنا بزاف الفلفل باه ما يفسدليش، قلت ندير شويه حماص مشوي ونخبي زعما باه يقعد لي لرمضان. الساعه خلصناه في 3 ايام هذوك اللي صمنا فيهم، خلصت كامل ما قعد منه والو. والله يبارك ما نديرو بزاف يخلص باسكو حنايا نشتيو الحار ونموتوا على الحماص هكا اي حاجه ناكلوه معاه. وكنتو سقسيتوني تاني على الحماص كي درتو في القناه الثانيه. قلت لكم بلي باه ما يفسدش خبيوه، بصح ما ديروش هكا كميات كبيره، ديروا هكا قيمه تاع سمانه تاع 10 ايام. هذا ما كان. بالنسبه له واش حطيت فيه انايا شويه الفلفل، نحيت له هذيك الكحوله اللي كانت فيه من برا. طماطم كيما تحبوا تقشروها وتقصوها نورمال هي ماشي طيبه، تحبوا تشويوها تقشروها تاني عفوا وديروها معاهم. شويه تاني مع 2 حبات باذنجان. انا صراحه ما نحبش الذوق تاعو يجيني مر، على هذيك نقصو بزاف يولي ما يبانش خلاص في الحماص تاعي. بالنسبه لي زيبيس حطيت فيه شويه فلفل احمر باسكو انايا نشتي الحاجه تكون حمراء، وحطيت فيه ثاني شويه تاع فلفل الكحل، الملح، ودرت الثوم. كاين تاني الثوم اللي يشويها ما انا صراحه ما شويتهاش. شويه خل وزيت الزيتون. هذا ما كان. كما شفتوا اني شويه كلشي حطيته في المقله. لقيت تاني شويه زيتون في الفريجيدير قلت نحطوه معاهم وخلاص. حطيتهم فوق النار قليتهم كما بعد دابت لي الطماطم هذيك نحيت وزدت لهم زيت الزيتون لهنا وشويه خل. شوفوا كيف على بالكم يشهي. البلارات هادو تلقاوهم في معرض السلام ولا نورمالمون يتباعوا بارتو. كانت ديجا ماما من قبل عقمتهم في الماء سخون. شوفوا لهنا راني حربت الدنيا. كانوا معقمين شفتهم مليح مليح ما خليتهم حتى قطره تاع الماء. هكا باكي تحطوا فيهم الحاجه ما تفسد لكمش. من في القفله تاعهم يتقفلوا هايلين. تحبوا تديوه معاكم لكاش بلاصه ولا على ضمانتي ما يسيحوا ما والو. برك شتو هذيك اللي في الغطاء هذيك التيني ما نعرفوش لونها تولوا برك تروح لكم. اذا تنحات هذيك تولي تخرج الماكله منه. من بعد كي كملت الحماص قلنا نروحوا نريحوا شويه. من بعد بنت لنا نخرجوا، وهذه اسوء حاجه درناها النهار هذاك. كيف حنايا صايمين وما وجدناش الفطور تاعنا وحنايا خارجين. المهم دخلنا للدار جويه 3 ولا كنا بتصلينا العصر ونطل الفطور تاعنا. الشوربه نورمالمون نطيبوها يسمو نقصوا لها خاص ونخليوها طيب وحده باش تجينا عاقده. مي انا تشوك فيها لهفتها وكل شيء. المهم خلي جات بنينه، بصح انا كنت نصيب نخليها طيب هكا في عقلها خير. راح نمد لكم الطريقه تاعي تاع الشوربه ونأكد ونعاود هذه الطريقه تاعي تاع الشوربه كل واحد كيفاه يطيبها.
انا لهنا في القناه تاعي مانيش نمثل الطياب تاع ميله ولا تاع اي حاجه، يسمى خليونا من لي كومونتير هادو، ربي يستركم. الحاجه الاولى اللي بديت بها قليت تاعي الدجاج مع اللحم، خليتهم تقلاو هكا شويه، ومن بعد زدت لهم البصله. كي دابت لي شويه البصله زدت لهم الطماطم مرحيه، قليتها شويه هكا معاهم، وبدا زدت لهم لي زيبيس كل وحده كيفاش تحط. انا نحط فلفل الكحل وفلفل احمر وتاني راس الحانوت، هادو يجيوني يهبلوا في الشوربه. وهنا كنا بدينا الوصال نتسابقوا مع الوقت، على بالكم راح حالينا الحال وقرب يدن، وحنا هاد الساعه هذا وين كنا بدينا، ما زلتنا واقيلا ساعه وربع ويدن. زدت حطيت طماطم كونسونطري وكنت ديجا حاطه من قبل ما يسخن. زدت لها تاني الجريوات والسناريه وهذيك الكرافس، اي اسمها الكرافس باسكو انا نخلط بيناتهم هي والدبشه والمعدنوس. الشوربه تاعي باه تجيني عقده قاعده ندير لها ليغوم كما قاعدين تشوفوا، نخليهم يطيبوا من بعد نرحيهم هكا، مرقت بالماء سخون وخليتهم مع بعضهم. مور ما غلاو شويه مع بعضهم راني زدت لهم الفريك. انا الفريك كنت غسلته باسكو ما شتيش نحطو هكاك باسكو انا موسوسه، لازمني نغسلو الساعه، غسلته قطعته بعد حطيته وعاودت قفلت عليهم، ومن بعد عاودت وليت القضيان هذا اللي جاب لنا بابا عاودت كامل ستفتو في الفريجيدار، واللي تحط ماشي في الفريجيدار تاني اللي قلتو في بلاصتو هكا باه تفرز شويه كوزينه ونلقى روحي. خليت الشوربه تاعي طيب في عقلها، اللي لا في عقلها لا والو، كان راح الحال. وعاودت وليت البوراك تاعي كانت وصال عاونتني، قشرتي بطاطا قصتها وحطيتها طيب، ووليت انايا دركا حندير هذا حنقول لكم الحشو. كي لقيت الجروات والسناريه طابو هاني رحيتهم وعاودت رديتهم في الشوربه يطيبوا مليح. كي دابت لي البصله زدت لهم لهنا الزيتون وحطيت لهم لي زيبيس. الملح ما كثرتش بزاف باسكو الزيتون والفرماج ديجا مالحين. انا البوراك نعتمدو بالطريقه هذه يجي بزاف بنين. حبيت هادو الاولين نحط فيهم العظمه والاخرين نديرهم سامبل باسكو تاع الدار ماشي كامل ياكلوا لي فيهم العظمه. وبقيت نتخيرت معاه ما فهمتش لا معاه، تقولك في حياتي لا بكم درت البوراك. ويا اخي شتو كي يعود الوقت يجري وانتم تجيو كيفاه توليو، سيرتو كنعودو نصوروا في حاجه ونقول ما فنديرها نورمال وتجيني ساهله ونديرها متقونه على الكيف، ويا سبحان الله كي نولي نصور تقولك في حياتي درتها. المهم انا كنت لهنا مع البوراك نريقل فيه. رضا هو اللي كان يصور فيا، وصار كانت دارت السلطه وراهي توجد في لاطابل. لهنا بقاو لنا 10 دقائق هكاك ويأذن. انا هذه تاع الخروج وانا صايمه الفطور ماشي واجد، ما نزيدش نعاودها افي بعد. واللي وصلت معايا لهنا ما تنساش تشترك في القناه تاعي وتفعل زر الجرس باه يوصلها كل جديد ان شاء الله، وما تنسونيش بجمع كومنتير. نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو تاع نهار اليوم كان خفيف عليكم. وهذه هي طابل تاع الفطور تاعنا، تقبلوا الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله، وربي يعطيكم وش في قلبكم ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، تبقاو على خير.